وصفة النهاردة سهلة وسريعة، وكمان مش محتاجة مننا أي مجهود. تنفع معانا في الغدا وتنفع في العشاء وتنفع كمان معانا كصنف جانبي في أي عزومة. هنعمل مع بعض صينية بطاطس باللحمة المفرومة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة أنا معايا حوالي كيلو وربع من البطاطس. قشرتها وغسلتها كويس وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني أي تقطيع عشوائي. ومعايا كمان نص كيلو من اللحمة المفرومة متعصجة بالطريقة العادية بتاعتنا خالص، اللي هو شوية بصل مع اللحمة المفرومة، وزودت كمان فلفل أخضر وأحمر زي ما تحب، وشوية توابل يعني. ومعايا كوباية لبن، ومعايا شوية زيتون كده اختياري اللي حابب يضيفه، وكمان معلقة زبدة وكوباية من الجبنة الموتزاريلا. ومعايا كمان الهراسة بتاعتي مقدرش استغنى عنها. اول حاجه انا هحط البطاطس على النار في ميه تغلي لحد ما تستوي. زي ما شفتوا بعد ما البطاطس استوت واتاكدت كده بالسكينه ان هي خلاص استوت، هحطها في البوله بتاعتي وهبتدي اهرسها بالهراسه اليدويه بتاعتي. بس طبعا انا يعني اخترت ان انا اهرسها بالهاند بلندر لانه سهل علينا كتير وكمان بيختصر الوقت. فانا ههرسها بالهاند بلندر كويس قوي لغايه ما تنعم معايا، ما يبقاش فيها اي تكتلات. كمان حابة أقول لكم ملحوظة مهمة، إن سخونية البطاطس بتساعد معايا في الهرس السريع، إن هي تتهرس بسهولة قوي. حطيت معلقة الزبدة وهقلب كويس، وطبعا الزبدة هتسيح مع سخونية البطاطس. يعني بلاش نعمل البطاطس ونركنها وبعدين نهرسها، هتبقى صعبة معانا شوية. هبتدي بقى انزل اللبن شويه بشويه، يعني مش هحط كل كميه اللبن مره واحده، لا انا عايزه انزل شويه بشويه لحد ما ياخد القوام المطلوب. لان انا مش عايزاها سايله زياده عن اللزوم زي المهلبيه كده، لا انا عايزه فيها قوام البطاطس ان هي تكون تخينه شويه بس في نفس الوقت ناعمه. اهو زودت رشه كمون ورشه فلفل اسود ورشه ملح، بس مش هحط اي توابل تانية تغطي على طعم البطاطس. اهو بصوا بعد ما هرستها القوام بتاعها بقى عامل ازاي، يعني تحسوا ان هو تخين شوية بس هو لسه ناعم واملس كده. هجيب بقى الصينية بتاعتي هبطنها كويس بمعلقة زبدة، كل الجوانب كده والسور بتاعها كويس عشان اتأكد ان البطاطس ما تلزقش معايا في اي جانب من جوانب الصينية. وهبتدي انزل نص كمية البطاطس وهفردها كويس كده في جوانب الصينية كلها لحد ما اتأكد ان هي يعني عملت قاعدة كده مظبوطة من البطاطس. حابة اقول لكم ان انا استخدمت حوالي كيلو وربع من البطاطس، بس اللي حابب يستخدم اقل زي ما تحبوا او زيادة زي ما تحبوا. ده على حسب كل واحد حابب سمك قطعة البطاطس تكون ازاي. بس نصيحة ليكم ان هي ما تكونش زيادة قوي، يعني ما نحاولش نخليها كده زي المكرونة بالبشاميل. لا هي احنا يعني مش عايزينها تكون كده، عايزينها تكون اقل شوية. اهو نزلت كل كمية اللحمة المفرومة وفردتها كويس قوي على البطاطس. طبعا اللحمة المفرومة ممكن نضيف لها إضافات كتيرة قوي، بس أنا عملت البيزك يعني اللي هو بصل وفلفل، مش أكتر من كده. بس طبعا ممكن نضيف لها بسلة، ممكن جزر، ممكن يعني حاجات كتير، ممكن كمان ننكهها بتوابل كتير تغير الطعم شوية. بس أنا حبيت يعني أخليها لكم ستاندرد. حطيت بقى شوية زيتون كده، ده اختياري طبعا، بس طبعا يعني انا بحب احط الزيتون في حاجات كتير قوي. هو بيبقى طعمه حلو جدا مع البطاطس، فجربوه كده وقولوا لي رأيكم. هحط بقى الطبقة التانية من البطاطس، وزي ما قلت لكم ان انا مش عايزة طبقة سميكة قوي، فهحط طبقة رفيعة قوي من البطاطس وهسويها كده زي ما انتوا شايفين كده. انا سويتها كويس قوي بالسباتيلا. واخر حاجة هحط
معلقة زبدة صغيرة أوي أو يعني نُص معلقة كمان، وهادهنها كده كويس بالفرشة عشان تخلّي الوش يحمَر معايا. لحد هنا أنا ممكن أكتفي بكده وأدخّلها الفرن، هتحمَر معايا كويس أوي. بس طبعًا أنا هازوّد من عندي إضافة الجبنة الموتزاريلا مع البطاطس واللحمة المفرومة بقى، مش قادرة أقول لكم يعني ريحة وطعم يجنن. وهادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. مجرد بس إن الجبنة تسيح البطاطس كده قوامها يشد معايا وتمسك مع اللحمة المفرومة، هاعرف إن هي استوت، مش أكتر من كده. لإن طبعًا أنا عندي كل حاجة يعني مستوية، فأنا مش محتاجة إن أنا أزوّد عليها في الفرن. وبعد كده هاطلّعها وطبعًا تتقدّم سخنة. مش عايزة أقول لكم بقى إنها يعني بجد وصفة حلوة جدًا، وكمان مش دسمة، خفيفة أوي، وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى تكون صينية البطاطس بتاعتي تكون عجبتكم، وهاستنى رأيكم في التعليقات. ويا ريت اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.